تخيلوا معايا هذا يلاه تزادوا عنده جوج توام في البلاصه صفاوها ليهم. وما خلوهش يفرح بهم نهائيا. هذه اصعب حاجه ممكن توقع للوالدين. انا مصطفى الاشهب كنقدم قصص حقيقيه اللي كناخذوا منهم عبره. محمد اب فلسطيني وبالضبط من غزه، عايش هو والام ديالو وولدو والزوجه ديالو. مراته كانت حامله بالتوام ومحمد متشوق لهذا النهار اللي غيتزادوا فيه. زادوا فعلا بخير وعلى خير ومحمد فرحان بهم هو وعائلته، ولكن للاسف هذه الفرحه ما كملاتش. وانتم عارفين بسبب الظلم اللي كتعرضوا ليه في هذيك البلاد ما قدرش يسجلهم في النهار الاول. قال مع راسو ماشي مشكل حتى من بعد. ملي دازت 4 ايام مشى للجهه الاداريه اللي قريبه ليهم ومشى سجلهم وعطوه الوراق ديالهم وشدهم في يديه. ما قداتو فرحه، لكن مع وصل الحي ديالو لقى الدنيا كلها مغبره ومرونه. ملي قرب لدارو لقاها هي اللي استهدفوها الكفاره بالله ورابت على عائلته كامله وولداتو. ضربوهم الكفاره بالله بالصاروخ وصفوها ليهم كاملين. وهنا في هذا اللقطه مسكين ملي وصل لدارو ما قدرش يصبر، شداتو البكيه والصدمه كلشي تخلط عليه وما قدرش يطلق عقود ازدياد ديال وليداتو. وقال لهم ما خلونيش حتى نفرح بهم. راحت مرتي ولادي التنين. غير تخيلوا معايا دابا توام مازال ما كملوا حتى سيمانه وصفوها لهم. هاد القصه كافيه باش تخليك تبارطاجيها مع الناس ويعرفوا حقيقتهم اللي كيصفوها للابرياء بدون شفقه ولا رحمه. علاش هاد الكفاره بالله كيستهدفوا الدراري الصغار اكثر من الناس الكبار؟